يا أهلا وسهلا بالغاليات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن حال. اليوم حبيت نشارك معكم تشكيلة راقية من الحلويات الجزائرية التقليدية والعصرية. قاطو يجمع بين الهمة والشان والبنة اللي توالم كامل أفراحكم ومناسباتكم السعيدة. يلا نشوفوا الموديلات. كما تلاحظوا سر نجاح الحلويات الجزائرية هو جودة المكونات، خاصة اللوز المعطر بماء الزهر والقارص اللي يعطونا حشو طري وريحة شهي. بزاف موديلات هنا نعتمدوا فيها على النقاش اليدوي والطرية اللامعة الجلاساج. هذه التفاصيل هي اللي تفرق بين الحلوى العادية والحلوى الاحترافية اللي تذوب في الفم. تنوع الأشكال والألوان في هذه الصور يبين كيفاش نقدروا نطوروا في الحلويات التقليدية بلا ما نفقدوا الأصالة نتاعنا، وهذا هو التمييز الجزائري. يا الغاليات، كي تكونوا تشوفوا في الصور ركزوا بزاف على الديكور وطريقة التزيين. راني حطيت لكم موديلات متنوعة باش تهزوا أفكار على تنسيق الألوان واستعمال الورود وورود التزيين. سر الهمة في القاطو هو البساطة مع الإتقان، يعني تقدري بحاجة قليلة ديري الديكور يخلي الحلوى نتاعك تبان لوحة فنية وتشرفك قدام ضيافك. كانت هذه جولة خفيفة في عالم الحلويات الجزائرية. نتمنى يكونوا هذه الموديلات عجبوكم وعطاكم أفكار لمناسباتكم. إذا أعجبكم المحتوى نتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا جيم. تهلاو في رواحكم وفي أمان الله، ونتلقاو في فيديو جديد إن شاء الله.